طيب ورجعت لكم فيديو جديد على القناه، وايوه زي ما انتم شايفين من العنوان، فيديو النهارده هنراجع فيه المحقق كونان. بس مش هنتكلم عن كونان زي ما اتكلمنا عنه كتير قبل كده، دبلجه بقت احسن ولا اوحش والحاجات دي كلها. لا، احنا هنراجع سوا عمل المحقق كونان بشكل كامل. لو تفتكروا اول فيديو نزلته لكم في 2026، فكره ان دي اكتر 10 اعمال انا نفسي اشوفها، قائمه من اكتر 10 اعمال انا نفسي اشوفها على مدار 2026. وقد كان وجه الوقت وقعدت القعده وحسيت ان خلاص جه الوقت ان انا اتفرج فيه على المحقق كونان من الحلقه الاولى لحد الحلقه الاخيره. كلنا اتفرجنا على المحقق كونان على سبيس تون وشفنا بعض النوستالجيا والاصوات والذكريات وتعلقنا، بل انا شخصيا اتعلقت بشده بالعمل وبالدبلجه بتاعته، لكني في حاجه ناقصه في المعادله، ما خدتش الفلو. انا دايما لما بحب اتفرج على عالم بحب امشي في فلو كده وتناغم من اول حلقه لحد اخر حلقه، وده ما حصلش وقد كان، وبدات اعمل ده دلوقتي. لكن وقبل ما نخش على المراجعه عندي كذا نقطه محتاج اوضحها لكم الاول قبل ما نبدا في الفيديو. اول نقطه هو اني على عكس المتوقع وعلى عكس ما كنت قلت لكم في فيديو قبل كده، اول نقطه ان انا اتفرجت على المحقق كونان بالدبلجه العربي، وده هيبقى القسم الثاني من الفيديو اللي هنراجع فيه الدبلجه سوا ونقارن ما بين الاصوات، لان في ممثلين او في شخصيات الممثلين بتوعها بيتغيروا، وفي بعض الاصوات مثلا لا ده بالنسبه لي احسن في الياباني، لا ده بالنسبه لي احسن في العربي. لكني حتى الان اتفرجت بالدبلجه وخدت التجربه كامله بالدبلجه العربي لاول مره وللمشاهده الاولى. تاني نقطه وهي ان انا عشان اعرف اسهل الموضوع على نفسي شويه واقسم الموضوع بشكل منطقي واعرف اجي اتكلم معاكم هنا، جدير بالذكر ان سبيس تون جو، انا بتفرج على المحقق كونان على تطبيق سبيس تون جو. سبيس تون جو بدل ما كانوا مقسمين كونان الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث وهكذا على مدار الحلقات دي، لا دلوقتي اتبعوا الترقيم الياباني، وبقى دلوقتي عندك بس المحقق كونان. فبقى انت تخش في التطبيق تختار المحقق كونان وتشوف بقى لستة الحلقات من اول الحلقه 1 لحد الحلقه 104 تقريبا. بعد كده بيسويتشوا على بدايه الحلقات بتاعه الجزء السابع لحد ال11 بالترقيم الاصلي بالترقيم الياباني، وبعد كده بيكملوا على الحلقات بتاعه الجزء ال25 اللي هو ابتدى يتعرض بالتزامن مع الحلقات اليابانيه. وبصراحه انا شايف الموضوع ده اكثر سلاسه واكثر متعه للمشاهده. ليه؟ لان الحلقات الخاصه والحلقات الطويله اللي كانت بتبقى طويله في الياباني كانت بتتقسم دايما في الدبلجه العربي. دلوقتي لا، عندك مثلا سيمفونيه ضوء القمر بدل ما كانت حلقتين لا هي حلقه واحده خاصه. عندك الحلقات اللي كانت بتبقى ممتده مثلا لمده ساعه ونص او ساعه و50 دقيقه، بدل ما كانت بتتقسم على 3 4 5 6 حلقات قبل كده في الدبلجه، دلوقتي بقت تعرض بشكل كامل وحلقه ممتده على التطبيق. فانا شايف ان هم عملوا ده وجمعوا الحلقات واتبعوا الترقيم الياباني وحطوا لك كل حاجه في قائمه واحده بس اسمها فقط المحقق كونان، من غير ما يدوشك بجزء اول تاني تالت رابع خامس. ده بالنسبه لي احسن حاجه كانوا ممكن يعملوها. فبما انهم ما اتبعوش النظام الاجزاء، فانا قررت اخد انا النظام بتاعي والترقيم والتقسيم بتاعي. انا دخلت على النت وشفت موقع كده اسمه everything Conan related عشان اعرف اتفرج على الافلام منين وازاي والحاجات دي كلها. فعندك من الحلقه الاولى لحد الحلقه ال54 والفيلم الاول، ده بالنسبه لي جزء. انا هتعامل مع الموضوع على ان ده جزء، ومن اول الحلقه مثلا 55 لحد الفيلم الثاني هتعامل معاه ان هو جزء، وهكذا. وهاجي اتكلم معاكم عن فيلم او مجموعه من الحلقات بفيلم في فيديو ومجموعه من الحلقات بفيلم وفيديو وهكذا. فاربطوا الاحزمه لان احنا عندنا محتوى كوناني كتير الفتره الجايه، لان ده زي ما قلت لكم كان من اكتر الاعمال اللي انا كان نفسي اخدها كمشاهده على بعضها وكلوكشه متكامله كده. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش السبسكرايب، خلونا نوصل القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، وما تنسوش نوصل الفيديو ده لاكتر من 200 لايك. لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. طيب، عمل المحقق كونان مش من الاعمال اللي يلا نراجع قصتها ونشوف الاحداث، لا بالعكس. كونان عباره عن الطفل اللي تحرى عن جريمه ما كانش المفروض يتحرى عنها، عصابه قلصته، بيحاول يشوف عصابه كايتو بس. شكرا، دي قصه المحقق كونان. فكونان مش من الاعمال اللي قصه جراند تربط الاحداث ببعضها، لان طبعا في قصه تربط الاحداث ببعضها بس بيعتمد على قصه الحلقه الواحده، زيها مثلا زي مسلسلات كتير بنحبها بالنسبه لي فريندز وغيرها وغيرها وغيرها. فكنا من الاعمال اللي بتعتمد على نظام قصه الحلقه الواحده. انا شايف انه مش من المنطق ان انا راجع جزء بجزء وراجع قصه المحقق كونان، لكن هكلمكم عن بعض من الحلقات اللي عجبتني جدا في المشاهده دي. زي ما قلت لكم انا وصلت لحد الحلقه ال54 والفيلم الاول.
فايه على مدار الحلقات دي عجبني، هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب نقطة مهمة هتكلم عنها قبل ما اخش على الحلقات اللي عجبتني، وهو ايه اللي بيعجبني في المحقق كونان كله واللي ترسخ حتى الان، لما زي ما قلت لكم لما دخلت على العمل كلوكشة واحدة بقى خلاص كرحلة محترمة وبتحترم الارث والليجاسي بتاع كونان. من اكتر الحاجات اللي عجبتني وهي الموسيقى. أنت القاتل، أنت القاتل. الاستاذ بتاعت كونان بتنقل العمل في ليفل تاني خالص. من اكتر الاستاذ المميزه اللي انا شفتها في حياتي. مش بقول انه من احسن الاستاذ، لان احسن استاذ في الانمي بليتش معروفه ده بالنسبه لي، لكن من اكتر الاستاذ المميزه والمختلفه واللي بتشكل كاركتر العمل بشكل لا يقبل النقاش هو المحقق كونان. فالاستاذ مع ظلاميه الرسم، مش هنقول الرسم الاسطوري لان انت عندك عمل من التسعينات زمان فما فيهوش حاجه ان انت تقول الرسم رهيب، لكن الظلاميه والاخراج والرؤيه الاخراجيه وازاي حبس الانفاس والرعب مع الموسيقى مع الرسم القديم شويه، لان كونان على مدار الحلقات رسمه بيتغير. فعلى الاقل في اول جزء بالنسبه لي لحد الحلقه ال 54 او لحد الفيلم الاول الرسم كان ظلامي جدا والرؤيه الاخراجيه سايكوباتيه قوي. انت بتتفرج على رعب مش على انمي. اللي بيقول لك الانمي للاطفال او الانمي كرتون اديله حلقه من المحقق كونان، اديله حلقه شوشو اديله الحلقه رقم 50 هيعرف ان الله حق. تمام. الناس اللي بتقول لك على الانمي للاطفال او انت لسه بتتفرج على كرتون، تعال شوف الرعب اللي احنا بنتفرج عليه في المحقق كونان. فممزوج مع الموسيقى تجربه بتاخدك لعالم تاني خالص. انت تسمرت جوه الشاشه، انت قاعد معاهم في مكتب موري للتحريات ومستني الجريمه الجديده تيجي عليك. طيب واول حلقه شدت انتباهي هنا وهي الحلقه رقم 5، قنبله على قطار الامان السريع. ما شدتش انتباهي عشان هي كانت اكتر احداث مختلفه واكتر جريمه معقده ومرعبه وحبس الانفاس، لكن كان اول مره يتقدم لنا جين وفودكا. للي شاف الانمي سواء بالدبلجه او بالياباني مفيش تحريف هنا، بس دول ما كانوش جين وفودكا بجد، دول كانوا 2 لصوص مزيفين. لكن للي قرأ المانجا هيعرف ان الانمي ذات نفسه هو اللي فيه تحريف. الانمي محرف عن المانجا مش الدبلجه. فاللي حصل هما ان الاثنين دول كانوا فعلا جين وفودكا. ومن هنا اصلا في الشباتر دي او في الشباتر الاولى يعني الموازيه للحلقه الخامسه، من هنا كنا نعرف اصلا اسمهم. وتاني حلقه شدت انتباهي هنا وهي الحلقه رقم 8، جريمة في دار الآثار العامة تقريبا. وخلوا بالكم ان انا هتبع العناوين العربي شوية. فالحلقة الثامنة كانت اول حلقة بالنسبة لي يتقدم لي فيها الدموية، يتقدم لي فيها الرعب. ماشي شفنا رعب وذكاء وتخطيط في الحلقات اللي فاتت، لكن هنا جريمة بجد، هنا سوداوية شوية، هنا في ظلامية للموضوع. تمام. خصوصا لما الراجل العجوز ده طعن المجرم على اللوحة، وبعد كده لما توجو او كونان كشف الجريمة بتاعته، تمام، بيقول بقى مين الشيطان، انا ولا اللي زي اللي في اللوحه، وانا لوثت دمائي بيد القاتل واصبحت انا كمان مجرما. طبعا هتلاقوا في فروقات بسيطه في الحوار ما بين الدبلجه وما بين اللغه الاصليه، لكن دي كانت اول حلقه يتقدم لنا فيها منظور دموي بالمنظر ده. وثالث حلقه شدت انتباهي وبالنسبه لي واحده من افضل الحلقات ان لم تكن افضل حلقه او افضل قصه تم تقديمها في المحقق كونان لحد دلوقتي، هي الحلقه ال11 سيمفونيه ضوء القمر. مش محتاج اتكلم عن الموسيقى، مش محتاج اتكلم عن الاجواء، مش محتاج اتكلم عن تسلسل الاحداث، مش محتاج اتكلم عن بناء العالم او الشخصيه او القصه وسرد القصه، سرد الحدوته اللي اتحكت بشكل مضبوط 100%. كل حاجه ظهرت في الحلقه كانت لازم تظهر عشان تؤدي للكلايماكس الشعوري في اخر الحلقه. كونان، يجب أن أعود. إلى أين؟ اتركيني. هذا الصوت، إنها رسالة سرية جديدة. إنه يعزف على البيانو في وسط اللعب مثل والده. فدي كان بالنسبه لي سيمفونيه ضوء القمر من اكتر الحلقات اللي انا هفضل فاكرها لحد اخر حلقه في كونان. وطبعا مش محتاج اتكلم عن الحلقه رقم 20 بعنوان جريمه في البيت المخيف. للي شاف الشورت اللي انا اتكلمت فيه عن اكتر الحلقات المرعبه لكونان، دي كانت من اكتر الحلقات المرعبه اللي انا شفتها في كونان. فكره ان انت
دخلت اطفال في بيت مهجور مظلم، هم مش عارفين بيقابلهم ايه، ويقع منك واحد ورا التاني، وبعد كده كونان وايومي يستخبوا ورا الدولاب، وبعد كده الست اللي هي تقريبا ملبوسه، فاهمه، هي وابنها والكلام ده كله، والسكينه والكلام ده كله. فكانت حلقه مرعبه جدا. دي اول مره اقف في كونان كده وانا خايف ومرعوب بجد، اللي هو فيلم رعب حرفيا. ونروح على الحلقه 27 و 28 بعنوان جريمة في أثناء اللقاء بالأصدقاء القدامى أو حاجة بالمنظر ده. ودي واحدة من أكتر برضو وأفضل الحلقات اللي أنا حبيتها في المحقق كونان على الإطلاق. ليه؟ لأنها كانت أول مرة وتقريبا الأخيرة اللي احنا نشوف فيها توجو هو اللي ماسك الدركسيون، هو اللي سايق الجريمة. طبعا كونان من ورا لورا كده كان بيديله هو الدليل، لكن انت شفت توجو اتقتل واحد صاحبه قدام عينيه، واللي قتل صاحبه. فهم مجموعة من الأصدقاء ملمومين حوالين توجو أو بيتمحوروا حوالين مدرسة توجو أو نادي الجودو القديم اللي توجو كان شغال فيه أو اللي كان بيتمرن فيه. لكن فكرة إن أنت تنفست شعوريا أخيرا مع توجو موري، تمام، بالأداء الخرافي للفنان العظيم جدا مروان فرحات، دي حاجة ما تتنسيش أبدا. وكانت حلقة خلتني I'm rooting for توجو موري. أنا بشجع توجو موري، يلا يلا يلا. أنا invested شعوريا جدا مع الكاركتر دي. ولماذا يهتم قاتل من الخارج بأن يبدو الأمر انتحارا؟ القاتل بيننا بالتأكيد، بمعنى أدق وأعمق، إنه واحد من أفضل أصدقائي، لكنني لن أسامح القاتل، سأحل هذه القضية مهما كلف. ويا لطيف نخش على الحلقة 34 وال35، الرجل الملثم بالضماد، الرجل الغامض في المنزل الجبلي. واحدة برضو للي شاف الشورتس، واحدة من أكتر الحلقات المرعبة اللي اتقدمت لي في عالم المحقق كونان، وهي بالنسبة لي برضو واحدة من أفضل الحلقات. الجريمة كانت مخيفة، السيتنج، الفكرة إن أنت جوه قلعة أو جوه بيت مانشن متاهة، أنت مش عارف إيه اللي بيحصل، الغابة، الأجواء مظلمة، مطرة، فهو اوريدي استابلش كل حاجة تخليك قاعد خايف ومتأهب، وخلاص بقى انت واخد الحالة الذهنية دي. يرزعك جريمة ورا التانية واجزاء عمالة تتقطع ومش عارف. دول كانوا يعني الواد لقى جثة زميلته في الغابة فجاي يشيلها، فلقى الرقبة. انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ ويجي يقول لك على الكرتون بتاع اطفال اتفرجوا على الرجل الغامض في المنزل الجبلي. دي بالنسبة لي رقم 1. دي اكتر حلقة مرعبة ومخيفة وحابسة للانفاس في المحقق كونان، لكنها برضو واحدة من افضل الحلقات لان التحقيق فيها والجريمة فيها كانت غير متوقعة اطلاقا. المجرم فيها عمري ما كنت اقدر اتخيله، طبعا المشاهدة الاولى يعني. وحلقة كمان من اكتر الحلقات اللي عجبتني هي الحلقة 42 بعنوان الطائر الجريح. الجريمة ما كانتش اكتر حاجة معقدة، لكنها كانت اول صدمة عاطفية رومانسية في الموضوع، وكانت اكتر حاجة خضتني في تاريخ تعلقي بسبيس تون. الحلقة كانت بتتكلم عن الحب، ما كانش مخطوبته ولا حاجة، اللي هو اللي مش فاكر الحلقة بتاعت الباند لما الراجل او البنت كانت عاملة عملية تجميل وغيرت في شكلها، فالمغني او السولست بتاع الباند فضل يتريق عليها لحد ما هي قتلته والكلام ده كله. انا زي ما قلت لكم اتفرجت على الحلقة بالدبلجة العربي. للي شاف الحلقة روحوا شيكوا وتأكدوا من كلامي، يعني أنا كنت مغرمة به، قتلته لأنني لم أستطع، مش عارف، أنا أحب فتاة وسأنتظرها إلى كذا. سبيس تون، حب، غرام. أنا شاري ماشي، مش يعني ما توقعتش. فهي الحلقة ما كانتش مختلفة على قد ما أنا عمري ما كنت أتوقع الصدمة دي العاطفية. أولا هي الحلقة كانت مؤثرة جدا 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 على الجانب الدرامي، لكن على الجانب الخاص بالدبلجة العربي أنا ما كنتش متوقع. أنا كنت قاعد مبرق ومبحلق ومبسوط من اللي أنا بسمعه. سبيس تون بتاعت زمان بتقول ده، يا للجرأة. كنت مغرمة به، أجريت جراحة تجميلية من أجله. كان علي أن أخبرك عن الفتاة التي أحبها منذ زمن بعيد. هي ليست هنا، ولكنها ستعود، أنا واثق. وطبعا واحدة من أهم الحلقات وأكتر الحلقات المؤثرة في قصة المحقق كونان وفي بداية العالم ده بقى وفي بداية مرحلة جديدة هي الحلقة 48 و49 بعنوان زيارة خاطفة، الجزء الأول والجزء الثاني. دي الحلقة الأولى اللي هيظهر لنا فيها شخصية هيجي هاتوري، المنافس الرايفل بتاع سينشي كودو. هيجي في الغرب، سينشي في الشرق. ودي الحلقة اللي كونان هيتجرع فيها شراب البايكر الصيني، الساكي الصيني، وهيرجع لهيئته سينشي كودو.
الحلقه ذات نفسها والجريمه ذات نفسها كانت مرعبه، حابسه للانفاس، خاطفه للابصار، والتحقيق كان مرعب. لكن فكره ان انت تقلق وتخاف سينشي هيتحول بعد كده يرجع تاني لكونان، ران طب ايه اللي يا ترى اللي هيحصل، الموضوع كانت حلقه صعبه، وكانت برضو حلقه تقدمت فيها قدر من الرومانسيه، وشفنا اخيرا حب لطيف ما بين سينشي وما بين ران. اهدئي يا ران. ران، سأعود إليك. هل تسخر مني لأنني غبية. ألا تعلمين أن ما أقوم به هو من أجلك يا ران؟ نعم من أجلك. سينشي تشجع أرجوك، أنا ذاهبة لإخبار الطبيب. ولو رحنا للحلقة رقم 50 بعنوان الكتب القاتلة، أو اللي أنا بسميها حلقة شوشو. هل أصبح اسمي شوشو ولا أعلم؟ ما الذي تفعلونه هنا؟ لو رحنا للحلقة رقم 50 بعنوان حلقة شوشو، هنلاقي إن هي برضو اللي راجع الشورت بتاعي واحدة من أكتر الحلقات المرعبة اللي اتقدمت في كونان. يا لطيف، أنا ما كنتش بتفرج على كاركتر أنمي، ده كان إبليس اللي رسم الشخصية واللي أخرج الحلقة، والحرفين واحدة من أكتر الحلقات، لدرجة إن وأنا بتكلم عنها أوريدي معرفش هيبان ولا لأ، أنا دراعي يعني جسمي بيقشعر كل ما بفتكر الراجل ده، كل ما بفتكر المشاهد بتاعته، المكتبة مغلقة والأنوار مغلقة، وهو في جن أزرق عمال بيطارد أطفال صغيرين في متاهة هم مش عارفين يتحركوا فيها، والأسانسير بيطلع وخلاص هم اكتشفوا الجريمة، والجثة فوق الأسانسير هي وكل حاجة، الأسانسير عمال بيطلع، ووش شوشو اسمه شوشو، هو طبعا في الحلقة كان اسمه شوجي، وبعد كده طلع لهم وقال لهم هل أصبح اسمي شوشو ولا أعلم؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ تعالوا بقى واحده ورا الثانيه، وعمال ماسك فيهم، عمال يجري وراهم لحد ما قدروا يتغلبوا عليه. واحده من افضل الحلقات واكتر الحلقات المرعبه بالنسبه لي، واكتر التجارب المرعبه اللي انا مريت بيها في حياتي اصلا. ونختم الرحله بالفيلم الاول، اول مره يتقدم لك فيلم بشكل سينمائي شويه للمحقق كونان. حكايه القصه في الافلام بتاعت كونان بتبقى حلوه قوي، الستوري تيلينج، الستوري بوردنج، كتابه الاماكن والشخصيات والاحداث، بناء العالم، وبناء القصه من اول مشهد في الفيلم، من اول الحته الهاديه وصولا لقمه او للذروه بتاعت الفيلم والاحداث في الاخر. انتظر، بلغ رسالتي الى سينشي كودو وقل له ان امامه 3 دقائق لا اكثر، فليحاول استغلالها جيدا. بعد كده سينشي بكونان، طب حب، طب مش عارف ايه، طب تيجي موريا، طب المدينه اللي بتتدمر، طب اخطار، طب قصه، طب احداث. الفيلم باللغه العربيه حرف بعض الحاجات، لان انا طبعا شفت الفيلم ده كان من زمان بالدبلجه الياباني، لكن الفيلم كان واحد من افضل الافلام لكونان. طبعا مش هحطه في قائمه افضل 10 افلام حتى للمحقق كونان، لكنه كان فيلم حلو جدا. ابتدينا زي ما قلت لكم بقصة حب لطيفة ستيل ما بين سينشي وران، اتحولت لجريمة سينشي بينقذ فيها ران. هقول سينشي مش كونان، لأن المشهد اللي في الآخر لما اتدمر ما بينهم الباب، كونان على الباب ده، ران على الباب ده، ومطالب من ران ان هي تقص السلك المطلوب، فده كان مشهد برضو مؤثر جدا، درامي جدا، رومانسي جدا، اداك المحقق كونان. سينشي، أحب أن أقول لك كلمة، اسمح لي بصراحة، أنت أقرب إنسان إلى قلبي يا سينشي. ران، أصغي إلى قلبك، أصغي إليه فهو صادق دائما. اداك حاجات كتير انت افتقدتها على مدار الحلقات، واظن ان هو بيأهبك لبداية صح على الحلقات اللي جايه. بس كده يا سيدي، شكرا لكل اللي استنى. ثانيه واحده، انا لسه الفيديو ما خلصش، احنا هنتكلم على الدبلجه، فشكرا لكل اللي استنى، وشكرا لكل اللي حب يسمع رايي في حلقات المحقق كونان. وجه دلوقتي الوقت بتاع الدبلجه العربي. تمام، اول حاجه الاسطوري جدا 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 مروان فرحات. الراجل ده يا لطيف، الراجل ده عظيم بجد، الراجل ده ممثل قدير جدا، افضل جماعه هو ما اسموش موري كوجورو، اسمه توجو موري بصوت مروان فرحات. تمام، يعني انا مثلا لما تعجبني الحلقه ما بقولش ايوه يا توجو يا حلاق، لا، اول ما بلاقي مشهد عجبني لتوجو بقول ايوه يا مروان فرحات. انا بتكلم باسم المدبلج للدرجه دي. الراجل ده ابدع بشكل استثنائي، وطبعا ليه شخصيه الدكتور اكاسا وبعض الكومبارسات او بعض الشخصيات الجانبيه اللي اتقدمت في بعض الجرائم. ما الذي يجعلني اشعر بالنعاس كلما اقتربت مني؟ أجل، إنها السيدة منامي مدبرة المنزل.
أنت القاتلة. يعني تشيك اول ذا بوكسز. استاذ مروان فرحات اعظم مؤدي في عالم المحقق كونان. لو جينا للفنانه امال سعد الدين في بداياتها على الاقل، لان انا فاكر برضو بعد المشاهد قبل كده اللي كانت ما زالت كونان عظيمه جدا، لكن كونان بصوت الفنانه امال سعد الدين في الحلقات الاولى كان خرافي جدا. كانت عامله الميكس البيرفكت ما بين الصوت الطفولي والنبره الجاده. كانت بتقدر تنقلك بالظبط كونان امتى بيكون كونان وامتى بيكون سينشي، امتى بيكون كوميدي والايحاءات او الايماءات بتاعت الفنان امال سعد الدين اللي بتنقلك احساس كوميدي جميل جدا. يا عمي لقد كنت رائعا، سأنضم إلى الآخرين بعد إذنك. 1 2. ليس لدي خيار آخر، سأستخدم صوت العم توغو وأقدم الاستنتاج، وبندقية التخدير جاهزة. فحاليا توغوموري معانا 10 من 10، وكونان برضو يستحق 10 من 10. ولو جينا لثالث شخصية وهي شخصية ران بأداء الفنانة سمر كوكش. أين كنت يا سينشي؟ كيف تتركني طوال هذه المدة؟ ألا تعلم أنني في حاجة إليك دائما؟ برضو هديها، يعني هي كانت عملت دور استثنائي جدا، وكانت لايقة جدا على الشخصية المكسورة الجناح اللي مستنية دايما سينشي، ألا تعرف أنني أحتاج لك دائما وبتاع. بس لأن كان بيبقى فيه تحريف احيانا في الحوارات الرومانسيه والكلام ده كله، فما خدتش من الفنانه سمر كوكش الفول سترينث بتاع شخصيه ران، لكنها قدمت برضو الميكس البيرفكت والبالانس البيرفكت ما بين الشخصيه مقاتله الكاراتيه القويه اللي احيانا مش عارف مضحكه وكده، والشخصيه الضعيفه مكسوره الجناح اللي مستنيه سينشي وبتحبه حب شديد. ولو جينا الرابع شخصيه معانا هنا وهي شخصيه سينشي كودو باداء الفنان مأمون الفرخ الله يرحمه. الفنان مأمون الفرخ خصوصا في الحلقه الاولى كان بالنسبه لي افضل من ادى شخصيه سينشي كودو باللغه العربيه على الاطلاق. كان أعظم متحرٍ في العالم. لا أحب أن أكتب عن رجال التحري، أريد أن أكون واحدا منهم. سأكون شارلوك هولمز هذا العصر. انظري إلى رسائل التقدير والإعجاب التي تلقيتها اليوم. كان جايب كمية روح وطاقة وحماس حرفيا أنا ما شفتهاش حتى في الياباني. تمام. فالفنان مأمون الفرخ في الحلقة الأولى عمل دور شخصية سينشي 10 من 10. لكن لما وصلنا للحلقة ال49 زي ما قلت لكم اللي ظهر فيها سينشي ورجعنا فيها نشوفه بشكل كامل، والحلقات اللي كانت قبليها شوية اللي كان بيظهر فيها صوت سينشي بشكل خاطف، أديله بصراحة 7 من 10، لأن أداؤه كان حلو وكان ستيل سينشي ونبرته كانت ستيل لايقة، بس كأنه كان أكبر في السن زيادة عن اللزوم شوية. هيجي، ما بالك تتحدث وكأنك تصف معركة؟ الحقيقة هذا هو اهتمامي، لا يهم من يجدها. فأستاذ مأمون الفرخ في الحلقة الأولى 10 من 10 توب، أحسن من أي حد. لكن على مدار الحلقات ابتدى مستواه يقل، مش لأن تمثيله ابتدى يقل، بالعكس تمثيله حلو جدا، سينشي جدا، في قدر من الصدق والتمثيل أجمل ما يكون، لكن ابتدت نبرته ما تبقاش ملائمة لعمر شخصية سينشي كودو. لكن المؤدي التاني هنا لشخصية سينشي كودو واللي ظهر في الفيلم رقم 1 هو الفنان زياد الرفاعي الله يرحمه، واحد من أفضل إن لم يكن هو أفضل مدبلج في تاريخ مركز الزهرة وسبيس تون، جوكر بكل معنى الكلمة. عمل شخصية سينشي كودو 9 من 10 بالنسبة لي. ليه؟ تقمص شخصية سينشي أحسن من أي حد، الطاقة والحيوية والبهجة اللي عنده كانت برضو أحسن من أي حد، لكن في سيكريت صوص ما كانش في مكانه. عقب السيجارة كان بالقرب من الضحية وهي تحمل آثارا للعاب ابنك. سيد كوهي، اذهب إلى السيارة وأشعل السيجارة كما فعلت في ذلك الوقت. ماشي، أنا متعلق بسينشي على فكرة، أنا ذكرياتي في سبيس تون سينشي كودو بصوت زياد الرفاعي الله يرحمه، لكن لما سمعت صوت مأمون الفرخ في الحلقة الأولى 10 من 10. زياد الرفاعي الله يرحمه 9 من 10، وده مش سهل. ستيل بالنسبة لي حبيته أكتر من سينشي الياباني، حسيته أصدق، خصوصا المشهد في الاخر لما كان بيتكلم مع ران في اخر الفيلم. لما كان بيتكلم مع ران حسيت اللي هو الراجل ده احساسه عظيم جدا، لكن في حاجه في النبره ما كانتش راكبه. برضو كانت اكبر في السن شويه، لكنه ما كانش زي الاستاذ مأمون الفرخ. فالاستاذ مأمون الفرخ في الحلقه الاولى 10 من 10، على لحد باقي الحلقات كان 7 من 10. الاستاذ زياد الرفاعي الله يرحمه في الفيلم رقم 1 9 من 10. جدير بالذكر ان احنا هنا بنتكلم عن الافلام في سبيستون في العصر القديم بتاع سبيستون. الافلام اول 4 افلام اتدبلجوا في فتره متاخره عن الحلقات، فانت هتلاقي مثلا الفيلم الاول اتدبلج بعد ما كان بيتعرض تقريبا الجزء الثالث او الرابع حاجه كده،
تمام. فانا بتكلم زي ما قلت لكم عن مجموعه من الحلقات والفيلم من غير ما القي بالا لتاريخ الاصدار السبيس توني. انا بتكلم على الترقيم الياباني، لان شكرا سبيس تون جو ان هم خلوني انهج النهج ده. شخصيه كمان اتقدمت لنا لكنها يعتبر اتقدمت لنا في حلقه واحده بس او في حلقتين في مغامره واحده، وهي شخصيه هيجي هاتوري باداء الفنان رأفت بازو. من الشخصيات القليله في تاريخ الانمي اللي بالنسبه لي مطبوعه بالصوت العربي وافضل بكتير بالنسبه لي طبعا من الصوت الياباني، هو الاستاذ رأفت بازو في شخصيه هيجي هاتوري. لا وقت للدموع الآن، هناك جريمة قتل والقاتل معروف. أجبني يا سينشي، لماذا رفضت استنتاجي؟ كان جايب الشكل المنافس صح الكودو، السنس الكوميدي شويه، الذكي، طريقه كلامه حتى وطريقه التحقيق بتاعته. يعني مش هقدر اقول غير ان شخصيه هيجي هاتوري باداء الفنان رأفت بازو 10 من 10. ولو جينا لفريق المتحررين الصغار فاصواتهم في البدايه كانت حلوه جدا، لكن مع مرور الحلقات لان زي ما قلت لكم اتفرجت على الحلقات بعد كده اصواتهم بقت احسن بكتير. جينتا باداء المستدى مهجة الشيخ وكده، فالمتحررين الصغار في الاخر كانوا احسن. في الاول كانوا تلقائيين عفويين بيتكلموا بشكل حلو جدا، وكانوا مديني براءة الأطفال. النبرات ذات نفسها كانت نبرات طفولية جدا، فكان حلوين جدا. هديهم كام؟ هديهم 8 من 10، لأن أنا عارف إن 10 من 10 متحوشة للكاست أو للفريق المتحررين الصغار في الحلقات الجديدة. وآخر شخصية محددة معانا هنا هتكلم عنها، وهي شخصية جين، اللي طبعا كان بيتقال عليه زعيم العصابة واحنا كنا فاكرينه الزعيم جين، وكان هو مش زعيم ولا حاجة، بس شخصية جين اكتر شخصيه فخمه في انمي المحقق كونان، من اكتر الشخصيات الفخمه والمرعبه في عالم الانمي. ظهر في الحلقه الاولى وتقريبا في حلقه تانية في النص باداء الفنان زياد الرفاعي، لكن ما كانتش دي النبره الحلوه. أما كفاك استراقا للسمع؟ تركت هذا الفتى يلحق بك؟ سنستخدم الدواء الجديد الذي ابتكرته عصابتنا. وداعا أيها المتحري. هديله بصراحه 6 من 10. يعني زياد الرفاعي الله يرحمه في الحلقه الاولى ما كانش النبر، يعني ما كان جينيريك، كان مجرم عادي. لكن انا عارف ان برضو الاستاذ زياد الرفاعي لما جين يظهر في بقيه الحلقات نبرته هتتحسن جدا، فعشان كده انا هديله هنا 6 من 10 في شخصيه جين، مع العلم ان انا عارف ان هو هيتطور ويبقى واحد من افضل الناس اللي جسدت صوت جين. وشخصيه كمان نسيت اتكلم عنها بصراحه في الاول، وهي شخصيه المفتش ميجوري. من اكتر الشخصيات يعني انا بصراحه unpopular opinion حتى الآن على مدار الجزء الأول كله كان بيقوم بدور المفتش ميجوري الفنان قاسم ملحو، وفي الفيلم رقم 1 عمل دوره الأستاذ محمد الخير أبو حسون. لا شك أن الأستاذ محمد الخير أبو حسون أبدع في الشخصية، وهو اللي كمل معاها بقية الحلقات لحد يومنا هذا. لكن أنا بالنسبة لي أستاذ قاسم ملحو في شخصية ميجوري 10 من 10. على كل حال غدا صباحا سنحضر هيراتا وشيميزو إلى قسم الشرطة. بصراحة حبيته أكتر من الفنان محمد الخير أبو حسون، لكن يمكن دي الهاني مون فيز، يمكن عشان أنا تشبعت بصوته على مدار كل الحلقات والجرائم. لكن برضو ده لا يأخذ أي شيء من أداء الخرافي لفنان محمد الخير أبو حسون في شخصية ميجوري. هناك لغز لم أجد حلا له حتى الآن، 3 حروف تظهر على الشاشة. أحسنت يا سيد توغو، من القاتل بينهم؟ لكن أنا بصراحة بحب الفنان قاسم ملحو جدا، فالمفتش ميجوري ياخد معانا 10 من 10 بس. وإن خلصنا من نقطة الممثلين نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الإعداد والتحريف. برو في تحريف، الإعداد خرافي جدا أديله 10 من 10، لكن يا برو في تحريف صديقي. انت هتتفرج على كونان بنكهه سبيستونيه، هو مش زي باتمان ذا انيميتد سيريز كان محرف بعض الحاجات بس كان محافظ على روح باتمان او محافظ على قصه العمل بشكل كامل. هو هنا ايوه الدبلجه حافظت على الكور والهيكل العام للقصه، بس اظن لولاش انا بحب الدبلجه العربي جدا واحب الممثلين العربي جدا، وممثلين سبيس تون خرافيين، والاصوات بتاعت سبيس تون بالنسبه لي ايقونيه، ما كنتش هخش على العمل بالدبلجه العربي بسبب التحريفات. مش محتاج اقول طبعا ان كل الايحاءات الجنسيه طبعا لازم تتحرف، بس بعدت العمل عن قصته، لان الايحاءات الجنسيه دي ما كانتش هدفها الفان سيرفيس على قد ما هدفها الكوميديا، الضحك. كل الرومانسيات اللطيفه اللي كانت بتبقى ما بين كونان وران، سينشي وران، كل مبررات الجرائم اللي كان مبرراتها حب او رومانسي وده خني دي خانتني وكل حاجه ما كانتش موجوده. انا اخترت ان انا اعمل ده واتفرج بالدبلجه العربي لاول مره واستمتعت جدا،
وهكمل العمل كله لحد اخره بالدبلجه العربي. لكن يعني لو يا تيفو سيمباي تنصحنا نتفرج على العمل لاول مره بالدبلجه العربي ولا لا؟ لو انت مشاهد عادي للانمي عايز تتفرج وتستمتع بكونان، انصحك جدا تتفرج عليه بالياباني. لو انت بتعشق الدبلجه العربي ولو قليلا وسبيستون تعني لك شيء، اتفرج عليها بالدبلجه العربي قلبا وقالبا. ليه؟ لان على قدر برضو ما سبيستون بتحرف شويه وبتغير بعض التفاصيل في العالم، لكن الهيكل العام للقصه زي ما هو، الشخصيات زي ما هي، انطباع الشخصيات زي ما هو. اللغه العربيه يا لطيف جميله جدا 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 على اجواء الغموض والتحقيق والاثاره والمصطلحات والجثه والقتيل والمغدور ومش عارف كذا كذا كذا. كشف الجريمه بالعربي احسن من الياباني بالنسبه لي بكتير جدا بسنين ضوئيه. بلس ان كونان من الانميات اللي انت محتاج تركز في كل مشهد في كل فريم، ففكره ان انت ما يبقاش عينك ما بين الترجمه وما بين المشهد دي هتساعدك جدا. فلو انت مش متعلق بسبيستون قوي او بالنسبه لها سبيستون قناه طفوله وخلاص، خش اتفرج على كونان بالياباني. لكن لو انت بتحب سبيستون وسبيستون تعني لك حاجه واللغه العربيه تعني، لو انت شبهي لو انت من جمهور تيفو سيمباي، خش حالا نتفرج على محقق كونان بالدبلجه العربي، هيعجبك، هتبقى تجربه مختلفه ومش هتندم عليها. بس ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. فيديو طويل جدا 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 جدا. اتمنى ان انتوا بقى يعني تكافئوني على الفيديو ده بان انتوا توصلوا لنا القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، وتوصلوا الفيديو ده ل 200 300 لايك. واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي، لا تجعل مشاهده تيفو سيمباي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.